يعني انا شايف كتير من المرشحين بيطلقوا على نفسهم لقب دكتور. انت حضرتك بقى دكتور في ايه بالظبط؟ دكتور في الذره. بص اقول لحضرتك على حاجه. انا خريج كليه علوم. انا اصلا اولا في الابتدائي وفي الاعدادي وفي الثانوي خريج الازهر الشريف يعني، وخريج كليه علوم جامعه الازهر سنه 2002. تقدير عام امتياز مع مرتبه الشرف. اتعينت معيد في جامعه اسكندريه، وبعد كده اتنقلت للعمل في وزاره البيئه. اشتغلت في وزاره البيئه سنه 2002 اول ما اتخرجت على طول، يعني كاوائل الخريجين. بعد سبت جامعه اسكندريه ورحت اشتغلت في وزاره البيئه. كنت ماسك حاجه اسمها دراسات التقييم التاثير البيئي للمشروعات. اي وزاره في الدوله بتعمل مشروع طرق وكباري، مشروعات صناعيه على مستوى الدوله بقى، بيقدم دراسه. انا اللي بدي الموافقه على هذه الدراسه من عدم من الناحيه البيئيه. بعد كده كنت بتابع اتفاقيه اسمها اتفاقيه بازل. الاتفاقيه ديت تحكم في نقل الكيماويات عبر الحدود. فاي مركب بتمر من قناه السويس شايله مواد كيماويه او اي مواد او اسلحه او اي حاجه او كيماويات او كده، بتاخد موافقه مسبقه من قبل ما تتحرك من دايرتها او من بلدها. بعد كده اتنقلت سنه 2017 في رئاسه مجلس الوزراء قطاع اسمه قطاع الازمات والكوارث والحد من المخاطر، اللي هو بيتابع اي ازمه او اي مشكله بتحصل على مستوى الدوله او اداره الدوله في مجال الازمات. وتخصصت بعد كده في قطاع التعاون الدولي والعلاقات الخارجيه. واثناء شغلي بقى اشتغلت في مشروعات في البنك الدولي لمده 5 سنوات، واشتغلت في عديد من منظمات الامم المتحده برضو تحت مظله الدوله المصريه. جميل يا دكتور بالتوفيق. يعني دكتور رسمي، دكتوراه في العلوم جامعه دمياط. كان استاذي الدكتور صلاح عبد الغني ابو العين، ده الاستاذ بتاع احمد زويل.